يعني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في فجر يوم 24 يونيو سنة 2023 بيتفاجئ الكل بمحمود وهو بيجر أمه من شعرها على السلم. وقتها أمه شافت في عيونه شر رهيب كأنه شيطان مش ابنها. وبعد ما خلاص اتأكدت ان هو هيقتلها بدأت تتوسل اليه انه ما يقتلهاش عشان ما يدخلش السجن لانه عنده اسرة واولاد. لكن محمود ساعتها بيرتكب اكبر جريمة شنيعة في الحياة. بس المفاجآت كلها ظهرت لما اتقبض عليه، وكشف ساعتها عن الاسباب اللي خلته يعمل كده في امه. علشان نعرف الاسباب ونفهم كل التفاصيل تابع معايا في الموضوع من اوله. الحكاية بدأت سنة 1985 في المنصورة بمحافظة الدقهلية لما اتولد محمود جمال ابن الحاج جمال والست نرجس. ومحمود كان عنده اخوات بنات وولاد، لكن هو كان اطيب واحد فيهم لان هو اللي كان دايما بيراعي ابوه وامه وبيسأل على اخواته وبيخلي باله عليهم كلهم. حتى ساعتها بعد ما الاب توفى وكلهم اتجوزوا بقى بيسأل عليهم واحد ورا التاني. والحقيقة ان محمود كان متدين بزيادة او زي ما بنقول كده متشدد، وكان بيحب يخطب في الجامع وبيكون امام للمسجد وهو دارس الفقه وحافظ القرآن كله. بس يظهر ان محمود كان بيعاني من وسواس، وكان بيقول لاخواته ان هو بيسمع اصوات غريبة جدا بتطلب منه يعمل حاجات وينفذ الاوامر. لكن طبعا محدش يهتم بالموضوع ده ولا حتى محمود نفسه، واحتمال كبير يكون محمود بيعاني من حالة نفسية. المهم بتمر السنين ومحمود بيتجوز هو كمان، وربنا بيرزقه بولدين في غاية الجمال وسماهم حمزة ويوسف. وبيفتح محل قطع غيار عربيات كبير في المنصورة وبيحقق منه ارباح وفلوس كتير جدا خلته يقدر يعيش حياة مستقرة. وفي نفس الوقت اللي كان بيعتني بيه باسرته وشغله كان بيسأل على طول على امه واخواته. وكانت امه ساكنة لوحدها في بيت ابوه بعد ما اتجوز كل اولادها، لكن محمود كان مطمن عليها لان اخواته البنات كانوا ساكنين جنبها فاكيد هيهتموا بيها. لكن في يوم وهو بيزور امه لقاها بتعيط وبتتوجع. ساعتها حس بالقلق والخوف عليها وسألها لو في حد من اخواته ضايقها او عمل لها مشاكل، لكن هي قالت ان مفيش حد عمل لها حاجة، بس هي اتكعبلت في الحمام ومن ساعتها مش قادرة تحرك ايديها. على طول طلب لها دكتور وراح يعمل لها اشاعه، فالدكتور قال له ان امه عندها ضمور في العضلات والوقعه اللي هي وقعتها عملت لها شرخ في المعصم ومش هتعرف تحرك ايديها اليمين تاني. علشان كده محمود بيطلب من امه ان هي تيجي تعيش معاه في بيته وساعتها يقدر يهتم بيها احسن وفي نفس الوقت يكون جنب شغله. فبتوافق الام ان هي تروح تعيش مع ابنها اللي بتحبه. وفعلا محمود كان بيهتم بامه وبيعمل لها كل حاجه وكان بار بيها وكان بيهتم بكل حاجه بتحتاجها، لدرجه ان الام كانت بتستحي ان هي تطلب من مرات محمود ان هي تحميها، وكانت بتطلب من محمود ان هو اللي يحميها، وكانت بتسند على دراعه بدل ايديها المكسوره. ومحمود كان دايما بيقول لها ان هو بيحبها وبيعتبرها جنه على الارض. المهم بتمر الايام والسنين ومحمود عايش مع امه واسرته واخوه عمرو اللي كان عايش معاهم في نفس العماره وتقريبا كان بيزورهم طول الوقت. وكالعاده محمود بيصحى الفجر ويروح يصلي الفجر ويرجع البيت يفطر مع امه واسرته وبعدها بيروح على الشغل بتاعه. لكن في يوم حياته الهاديه دي بتتحول لكابوس وبتحصل ابشع جريمه ممكن تتخيلها وبتغير ساعتها كل الاوضاع. وده على حسب كلام محمود نفسه اللي بيقول ان في اليوم المشؤوم ده اللي هو فجر يوم 24 يونيو سنه 2023 وهو بيروح يصلي الفجر كالعاده وبيرجع من الصلاه وبيدخل بيته فجاه بيسمع صوت في ودانه بيقول له ان هو لازم يقتل ابنه يوسف. في الاول محمود بيطنش الصوت ده وبعدها الصوت بيتكرر كذا مره ان هو لازم يقتل ابنه يوسف، فبيحس ان دي رؤيه وطلب رباني وان هو لازم يلبيه. وجه في باله وقتها قصه سيدنا ابراهيم مع ابنه اسماعيل لما جات لسيدنا ابراهيم رؤيه ان هو يقتل ابنه اسماعيل، وتنفيذا للرؤيه الالهيه دي سيدنا ابراهيم خد ابنه اسماعيل عشان يقتله. لكن وقتها ربنا استبدل سيدنا اسماعيل بالكبش وتحولت الاحزان لافراح، وكان وقتها عيد الاضحى. عشان كده لما محمود سمع الصوت ده في ودانه افتكر على طول قصه سيدنا ابراهيم وان هو لازم ينفذ الامر ده، ويمكن ساعتها ان هو افتكر نفسه نبي او حد من اولياء الصالحين، خاصه ان هو لسه مخلص صلاه الفجر فحس ساعتها ان ده اكيد نداء رباني. لكن ابنه بيكون لسه نايم في سريره. محمود ساعتها بيتحول لشخص غريب جدا وعيونه كلها شر، فبيدخل على ابنه اللي نايم في سريره بمنتهى الامان وبيقومه من النوم بقسوه وبيشد ايده
ومراته ساعتها بتصحى من النوم مفزوعه وبتشوفه هو بيشد ابنه بالعافيه، فبتساله هو الولد عمل ايه، وهي فاكره ان هو هياخد ابنه ويزعق له شويه او هيضربه لانه عمل حاجه غلط، لكنها اتفاجئت ان هو واخد الواد على السطح وواخد معاه سكينه علشان يذبحه زي ما اتطلب منه. فمراته بتفضل تصرخ وتتحايل عليه عشان يسيب الولد وبتقول له ان ده ابنهم اللي تعبوا عشانه في الحياه، لكن محمود مش سامعها اصلا وبيكمل في طريقه وخلاص هيحط السكينه على رقبه ابنه ويقتله. ساعتها وقف تماما وبعد عن ابنه، وساعتها مراته بتاخد ابنها وبتنزل بيه على الشقه بسرعه قبل ما يرجع في رايه ويقتله. ومحدش كان فاهم ايه اللي حصل لمحمود ده. المهم ان هو رجع تاني للبيت، فافتكروا ساعتها ان هو كان متعصب وهدي دلوقتي، لكن بعد شويه بيتفاجئوا ان هو داخل على امه الست نرجس اللي هي كانت نايمه بعد ما صلت الفجر، ودخل ساعتها اوضتها من غير ما يقول لها اي كلمه، وعيونه كان كلها شر وكانه شيطان مش محمود ابنها اللي كان بر بيها. وفجاه بيمسك المخده وبيحطها على وش امه وبيحاول يكتم نفسها عشان يموتها، لكن هي بتفضل تقاومه وتبعده عنها. مالك يا محمود، ايه اللي جرالك؟ فكر في عيالك يا ابني، هيسجنوك لو انت قتلتني. ده الكلام اللي قالته امه ليه. وساعتها محمود ما بيردش عليها وبيحاول يقتلها، بس هو ما بيعرفش يقتلها لانها بتعافر، وكمان كان حاسس ان في حاجه بتمنعه وبتخليه مش قادر يقتلها، لكن برضه مصمم يقتلها ومحدش فاهم ليه. وفجاه بيلاقوه ماسك امه من شعرها وبيجرها على السلم، واخوه عمر بيحاول ان هو يوقفه لكن ما بيقدرش لان محمود بيضربه جامد وبيبعده عنه. وبعدها بيكمل جر في امه وهو ماسكها من شعرها، وهو نازل على السلم بيخبطها في الحيطه، وما بيرحمش حتى ان هي عجوزه وتعبانه، ولا بيرحم صراخها وعياطها اللي ساعتها بتقول له ارحمني يا ابني انا تعبانه، وكانه مش بيحس اصلا. ساعتها واحد من الرجالين حاول ان هو يمنع محمود وينقذ الست التعبانه دي، بس محمود ضربه وبعد عنه وفضل يجر امه على السلم لحد ما وصلوا باب الجراج اللي في العماره. ودخل ساعتها الجراج وبدا ان هو يحاول يكتفها عشان يقتلها، وكان ماسك في ايده سكينه. والغريب بقى ان في الوقت ده كانت امه خايفه عليه هو، وكانت بتقول له يا محمود لو انت قتلتني هتدخل السجن ويعدموك، وقالت له طالما انت عايز تقتلني ارميني من على السطح وزقني من على السلم، واكيد ساعتها انا مش هستحمل وهموت، بس مش هتكون انت اللي قتلتني وهيدخلوك السجن. وفضلت ساعتها الست نرجس تترجى في ابنها عشان ما يقتلهاش، مش لانها خايفه على عمرها، دي كانت خايفه على ابنها عشان ما يدخلش السجن لان هو عنده اسره واولاد. لكن للاسف كل ده ما كانش مأثر على محمود، وبيمسك ساعتها السكينه وبيقطع راسها عن جسمها. وللاسف عقبال ما الجيران والناس واخوه عمر بيوصلوا ليه بيلاقوا الام جثه على الارض وغرقانه في دمها، وهو واقف جنبها وماسك السكينه اللي عليها دم امه. الغريب ان محمود لما بيفوق وبيشوف منظر امه بيفضل يعيط ويصرخ، وفي نفس الوقت بتوصل عربيه الشرطه وبتقبض عليه وبيدخلوه السجن بتهمه قتل امه، وبيفضل محبوس لفتره طويله لحد انهاء التحقيق في القضيه. وبيتم ساعتها عرضه على دكتور نفساني علشان يديله تقرير عن حالته النفسيه، وبيعرفوا ساعتها اذا كان بيعاني من حاله نفسيه او مرض عصبي. وبعد ما انتهت التحقيقات اتاكدوا من صحه القوه العقليه والحاله النفسيه لمحمود، وده معناه ان هو ارتكب الجريمه دي بوعي كامل، وساعتها اتحكم عليه بالاعدام. وده طبعا بعد ما القاضي اداله محاضره طويله عن قيمه امه اللي قتلها، اللي خلفته واهتمت بيه طول السنين اللي فاتت لحد ما بقى راجل وفي الاخر قتلها. لكن بالرغم انه محمود ملتحي وطول الوقت ماسك المصحف وبيتكلم في الدين، لكن ساعتها قتل امه بابشع الطرق وبدم بارد. هنا القاضي بيساله عملت ليه كده، وساعتها كانت المفاجاه. هي حاجات كانت بتجيلي في دماغي يا سياده الوزير، مش ما اقدرش اقول الا كده. محمود كان طول فترة السجن بتاعته وهو كان بيعيط، ولما وقف قدام القاضي بدأ ان هو يحكي حكايته كلها، وقال له ان هو بيحب امه جدا وهو اللي جابها من شقتها عشان تعيش معاه علشان يقدر ان هو يراعيها ويخدمها، وانه عمره ما فكر ان هو كان يأذيها. وفضل يتكلم قصاد القاضي بالدين وبيقول ان هو عارف عقاب ربنا للي يأذي امه او يعملها حتى بطريقة وحشة، وان هو كان امام مسجد وبيخطب في الناس عن قيمة الام، وكان بيشوف امه ان هي جنة على الارض وان هي اغلى عنده من اولاده. لكن في يوم الحادثة بعد ما رجع من صلاة الفجر سمع صوت بيقول له ان هو لازم يقتل ابنه يوسف، فافتكر ان دي رؤية زي بتاعة سيدنا ابراهيم، وانه اكيد هيفدي ابنه زي ما فدى سيدنا اسماعيل بالكبش. لكن في اللحظة الاخيرة وقبل ما يذبح ابنه سمع صوت بيقول له ان هو يسيب ابنه ويروح يقتل امه. محمود ساعتها حسس ان هو واقع تحت سحر وان هو بينفذ الاوامر وبس، فبيروح على اوضه امه وبيحاول ان هو يخنقها بالمخده، لكن ما بيعرفش بسبب ان امه كانت بتقاومه، فبيضطر ان هو ياخدها على الجراج ويقتلها هناك. وبيقول للقاضي ان دي مش اول مره يسمع فيها اصوات غريبه وبيأمروه بحاجات وحشه، وحاسس ان في حد عمل عليه سحر اسود، وهو ده اللي خلى احواله تتبدل ويرتكب كل الافعال دي. وللاسف ان الموضوع ده كان بيعاني منه زمان، لكن مفيش حد من اخواته اهتم بيه او حاول ان هو ياخده يعالجه.
طبعا القاضي مش بيصدق كلام محمود ده، وهنا محمود بيطلع ورقه من جيبه وبيديها للقاضي وبيطلب منه ان هو يقراها، وان دي عباره عن رؤيه شرعيه، وساعتها هيشوف الجن بيخرج من جسمه. وبيعرف محمود ان هو كان تحت تأثير السحر والاعمال السفلية، لكن محمود بيقول للقاضي ان هو مش عايزه يعفوه من العقاب لانه كان بيحب امه ويستاهل اي حكم لانه قتلها. والحقيقة ان محمود كان مقتنع جدا ان هو ارتكب جريمة فظيعة ويستحق عليها العقاب، بس المحكمة قالت ان هو لازم يكون في هيئة دفاع عنه، فكلفت محامي من المحكمة بالدفاع عن محمود، اللي حاول ان هو يدرس القضية كويس ويدافع عن محمود بنفس المنطق بتاعه. فكان بيقول ان في انبياء تعرضوا للحسد وقتلوا هم تحت تأثير السحر، زي سيدنا موسى لما شاف 2 بيتخانقوا، واحد من شيعته والتاني من شيعة الأعداء، فضرب ساعتها اللي من شيعة الأعداء ومات ساعتها. وساعتها سيدنا موسى استنكر اللي عمله وإن هو قتله من غير ما يقصد، وإن ده من عمل الشيطان. علشان كده المحامي بيقول إن محمود فعلا كان تحت تأثير السحر، وإن في لحظة الشيطان ارتكب الجريمة بتاعته. لكن في كل الأحوال القاضي حكم بنفس الحكم وهو الإعدام. محمود ساعتها لما لقى خلاص إن القاضي حكم عليه بالإعدام طلب منه طلب غريب جدا، وهو إنهم يعدموه في مكان عام علشان يكون عبرة لكل اللي يفكر يأذي أمه. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، انت ايه رأيك؟ هل فعلا محمود قتل أمه وهو تحت تأثير السحر، ولا أكيد كان في سبب تاني وهو بيحاول يخفيه؟ اكتب لي رأيك دلوقتي في التعليقات، ولو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.